يا هلا ومرحبا فيكم. بسوي معاكم اليوم الجريش المنهنه. هذه الأكلة من الأكلات الكويتية القديمة، اللي هي الجريش. هذا الجريش طلعته من الكيس وحطيته على النار، ومن غير أي زيت أي شيء. حمسته، اللي هو طريقة التنهنه، نهنهته وصار معاي هذا اللون. الحين راح أغسله نظيف بعد ما يبرد، وما أنقعه، بس أغسله وأخليه. بداية طبختنا، أول شيء أحط ماي من الفلتر وأنزل اللحم فيه، أطقه طوش شوي تقريبا من بداية الغليان، أتركه 10 دقايق يطلع الزنخة مالته، وتالي أغير الماي وأغسل اللحم نظيف عشان أشتغل فيه. طبعا هني بعد ما طقيت اللحم طوش، يعني فحته شوي، طلعت الزنخة مالته، غسلته نظيف وحطيته بالمشخل. الصوب الثاني هني عندي الحشوة، مو الحشوة اللي راح أحمس فيها اللحم. عندي هني بصل، وحطيت عليه شوي كركم، وحطيت له بهارات مشكلة، حطيت له من بهار هذا القوطي، أو إذا عندكم بزار على راحتكم. فلفل الأسود ما حطيته، راح أخليه على اللحم وقت الحماس. أقول لكم أساس البزار اللي حطيناه لازم نحط معاه قفشتين كبار أو 3 قفاش اللومي الصحاري الناعم. تشوفونه لونه شوي غامج، وهو اللي راح يعطينا الطعم الحلو حق الجريش المنهنه. بداية الطبخة أحط الزيت، وعقب أنزل البصل، تالي أنزل الحمسنة. بعد ما حمست البصل مع اللحم، نزلت نص علبة المعجون، وهذا الفلفل الأسود ننزره عليه. حطيت ثوم شوية مو وايد، لأن أساس طبختنا هي البصل. الحين عندي طماط ضربته رندة، أو تبونه بالخلاط على راحتكم، ننزله عليهم ونخلي نحمسها، ونخلي اللحمة تعرق. الحين بعد ما تعرقت لحمتنا وخذت وقتها، تشوفون طبعا هذا الماي كله الطماط هو اللي طلع الماي. الحين نصب ماي الحار. بسم الله الرحمن الرحيم. نغمر الجدر عشان يستوي اللحم. طبعا اللحم ياخذ له وقت من الاستواء، 1.25 ساعة، 1.5 ساعة، وعلى حسب بعد اللحم، إذا كانت الذبيحة كبيرة صغيرة. طبعا أنا حطيت اللوم الصحاري مع علوب الفلفل، مثل ما تشوفون، نخليه يطبخ بعد. أنا الحين بسوي الحشو، اللي هي الكشنة اللي تنحط على الجريش. نفس البصل ونفس الخلطة، حطيت هذه سمنة وزيت، ونقلب البصل، وهو بس طبعا الحشو بس هذه الخلطة. بس أنا راح أضيف عليها الكشمش النخي المفلق مع الحشو، بس يعطينا شكل حلو وطعم حلو. هذا الحشو اللي حطيت عليه إضافات. الحشو القديم كان بس البصل والخلطة اللي وريتكم إياها، إضافات اللي هو الكشمش مع النخي. الحين راح أطفي عليه وأطفيه شوي ما يورد. بعد ما استوى اللحم طلعته برا. الحين هذا الجريش المنهنه غسلته نظيف. الحين راح اخذه على طول وانزله بالجدر، نفس طريقة العيش. اخلي الماي بس شوي فوق، بس ديروا بالكم مو نفس العيش يشرب ماي. الحين انزل الجريش عليهم. شوفوا الحين رديت اللحم، صار اللحم داخل مع الجريش. طبعا الحين احط حذرهم حديدة واتركهم على نار هادية لين ينفش عندنا البرغل، واذا احتاج ماي حطوا ماي. هذه طبخة الجريش المنهنة، هذه من الاكلات القديمة الكويتية. طبعا هذه اندثرت، ما حد يسويها، فاليوم سويناها، وتعتبر من الاكلات الشتوية لانها اكلتها وشي طعمها ثقيل، سموكي على قولتهم. شوفوا ايش حلوها مع المعابيج والفلفل والشغل عدل والخضرة، شيء عجيب. علينا وعليكم بالعافية.